السلام عليكم خواتاتي. اليوم ان شاء الله راح نوجدوا بربوشه تاع القمح، وهذه هي المقادير اللي نسحقوها. عندنا طراف تاع الدجاج، عندنا بصله كبيره مرحيه، وعندنا الخضر هي الجريوات وزروديه واللفت، غسلتهم وقطعتهم. وهذه بربوشه القمح. خواتاتي، هذه بربوشه راهي مفتوله في الدار ماهيش مشريه. عندي مغرف كبيره طماطم، مغرف صغيره هريسه، وتوابل، فلفل كحل وملح وفلفل احمر حلو، وحبه طماطم صغيره مرحيه. نحطوا البرمه تاع الطين فوق النار، درت فيها مغارف تاع الزيت، ونلوحوا طراف تاع الدجاج، ومن بعد نزيد لحت حبة البصلة، وزدت فرغت عليها الطماطم، وبطبيعة الحال التوابل اللي فكرتهم نعاودهم، فلفل كحل وملح وفلفل احمر حلو. نخلطها ونخليها شوية تتقلى. كما تعرفوا هذه برمة الطين الله يبارك. وعدني لحت الخضره، ومن بعد نمرق بالماء سخون اللي كنت سخنته قبل، مرقت به، نغطيها ونخليها تطيب في غرضها. نروحوا للبربوشه، كل وحده دير على قد العيله تاعها. نحطوها، نغسلوها كتعود مفتوله في الدار، غسلي وعاودي ما تخافيش منها تتعجن ولا. اي بعد درتها في قصعه العود، ونخليها تتشرب بالماء هذاك، تتشرب بمليح حتى تنشف. كي تنشف نلوحها نفورها. هذه راهي نشفت لي مليح، نشفتها ولحتها في الكسكاس ودرتها تفور فوق البرمه. هذه التفويره الاولى خواتاتي. كي فارت نحيتها، درت لها شربتها بزوج كيسان تاع الماء، يعني عندي انا حاجه قليله برك، درت لها 2 كيسان تاع الماء. ولي تكون بربوشتها ماهيش ملحه تملحها. انا بربوشتي مفتوله في الدار، ملحتها من قبل. هاي كيما راكم تشوفوا خواتاتي هنا، كي نشفت لي من الماء واللي درت لها مغارف تاع الزيت، هكذا تجي كل حبه وحدها الله يبارك، ما تعجنش مره. دير لها الزيت مليح، من بعد نولي نزيد نحطها تفور التفويره الثانيه. هذه راني نفور فيها في التفويره الثانيه. نزيد نحطها فوق البرمه ونخليها تفور. هاني فورتها. هذه التفويره الثانيه الله يبارك، جات كل حبه وحدها. ندير لها مغرف تاع زبده، واللي عندها زبده البقرات خير وخير. انا ما كانش عندي، درت زبده عاديه مارغرين هكذا، ونحلها هكذا نكون كملت التفوار تاع البربوشه. هذه بربوشه القمح الله يبارك، حلوه تسخف. ندخل لها الزبده مليح ونبردها، ولا غرجت كل حبه وحدها. في نفس الوقت البرمه تاعي الله يبارك طابت الخضره، طاب الدجاج، وهاني هنا قدمتها. درت مع اللبن ومع الزيتون هذاك ثانتك مخدوم في الدار الله يبارك، جات حلوه عسل. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، وقولوا لي في التعليقات، وان شاء الله تعجبكم كل واحد، وعادات وتقاليد بلادنا بزاف، وكل واحد كيفاه يخدمها.